من 14 سنة تقريبا، من 2012 وأنا شغال، وكل الحالات اللي بتقابلني أو أي حالة كتبت لها أي علاج بقول لها قبل الأكل، أو لو بعد الأكل بقول لها بعد الأكل، بس كده خلصت الجملة. المفروض إن اتفاجئت إن كل الحالات بتاعتي بتاخد العلاج اللي هو فاتح الشهية قبل الأكل وتاكل على طول. أيوه بتعملوا كده كلكم. أنتوا عارفين إن دي كارثة؟ أخدة فاتح شهية عشان يخليكي تاكلي، فالمفروض إن فاتح شهية هينزل معدتك، هيتهضم، تبدأ الإشارة اللي بتنزل من المخ تقول للمعدة جوعي، فتجوع، فحضرتك تاكل. حضرتك مش بتستخدمها، حضرتك بتاخد فاتح الشهيه وبتاكل. انت بتضحك على مين؟ لو حضرتك اخدت فاتح الشهيه واكلت يبقى انت تعرف تاكل لوحدك من غير فاتح الشهيه. ولو حضرتك بترد دلوقتي وبتقول ما انا بجوع بعدها بشويه، ما اصلا حضرتك كنت اكلت، فهرمون الشبع هينزل هو كمان شويه، فحضرتك هتشبع تاني، فمش هتعرف تاكل الكميه الطبيعيه. عشان كده كل الناس اللي بتاخد الادويه اللي بتساعدها في زياده الوزن، وخصوصا فواتح الشهيه اللي بتتاخد قبل كل وجبه المفروض تكون بنص ساعه، علاج عسر الهضم او القولون المفروض يكون قبل الاكل بنص ساعه عشان ينظم حركه المعده والهضم والامعاء، وتستنى الاشاره المسؤوله عن الجوع عشان تساعدك في انك تجوع، فهتبدا تاكل، فتقدر تاكل كميات اكتر بكتير. لقيت 1 ل 2% بس من حالاتي كلها اللي متابعه اوف لاين او اونلاين هم اللي بيعملوا دي، ودول كانوا احسن واعظم نتائج في العياده. حضرتك لو بتاخدي فاتح الشهيه وبيخليكي تاكلي رغيف او رغيف ونص في الوجبه، وده مثال بس لكميه اكل اكبر، مش انا عايزكم تعملوا كده، ففي حد تاني بنفس فاتح الشهيه وصل ان بياكل 4 أو 5 رغيفة في اليوم، مقابل ان هو بياخد العلاج قبل الاكل بنص ساعة. فواتح الشهية والمهضم اللي قبل الاكل بنص ساعة عشان تدي لك اشارة بالجوع الحقيقي، مش الجوع الوهمي اللي حضرتك رسمته لنفسك. فمش علاج اللي بياكلك، انت اللي بتضحك على نفسك ووهمت نفسك انك اخدت فاتح شهية. عشان كده في الطب في حاجة اسمها البلاسيبو. بلاسيبو يعني كبسولة فاضية بيدوها للناس، وكبسولة فيها الدواء بيدوها للناس، ويقارنوا مين هيجيب نتيجة ومين لا. فلقينا ان في ناس بتاخد الكبسولة الفاضية وبتتحسن برضو عشان وهموا نفسهم ان هم خدوا حاجه. بما ان حضرتك بتتابع معايا اونلاين او في العياده، فلازم تكون بتاخد ال100% من كل حاجه، عشان انت بتاخد علاج راقي هيوصلك لل100% اللي حضرتك بتتابع معايا عشانهم. فالعلاج اللي قبل الاكل بنص ساعه، والعلاج اللي بعد الاكل بنص ساعه عشان ما يتهضمش مع الاكل، خصوصا ان حضرتك عندك عسر هضم، فالاكل بيتاخر في معدتك، فالفيتامين اللي بعد الاكل هيدخل مع الوجبه ويخرج معاها من غير ما نستفاد حاجه. فلازم تستنى لحد ما الهضم ينتظم، ده اولا. ثانيا لازم نشرب ميه كتير ونقسمها على مدار اليوم، كل ساعه كوبايه، او كوبايه مع كل برشامه، او كوبايه مع كل وجبه قبل الاكل وبعد الاكل، وكوبايه مع كل صلاه من الصلوات الخمسه، فنوصل ل 3 لتر ميه في اليوم. وده التغيير الحقيقي، ومنشنوا اصحابكم اللي لسه بيعملوا اللي انا قلته في اول الفيديو.